معاكم عبد العزيز حسين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. ازاي تعمل فيش جنائي وانت قاعد في البيت؟ وزارة الداخلية مشكورا عملت خدمة اونلاين انك تعمل صحيفة الحالة الجنائية بتاعتك وانت قاعد في بيتك بدون ما تتحرك، بدون اي تعب ليك، بدون ما تروح اي اقسام، بدون ما تروح اي مكان. وانت قاعد في البيت الفيش هيجيلك. بس قبل ما تاخد الخطوة اللي انا هقول لك عليها، ان حضرتك لازم تكون عامل فيش بعد 2019، يعني من سنة 2019 فيما فوق. اقل من كده يعني 2018 ما تكملش الخطوات معايا لانه مش هيطلع، لان في 2019 بداوا يوثقوا البصمات بتاعت حضرتك بتاع كل واحد. طيب انا عايز دلوقتي الصحيفه بتاعتي علشان خاطر ان انا هوديها لشركه في السعوديه او شركه في الكويت او شركه في فرنسا، بتاخد صحيفه الحاله الجنائيه بعد ما تستلمها وتوثقها من الخارجيه. طيب انا قاعد دلوقتي في فرنسا او في امريكا ومحتاج الفيش بتاعي. طيب هتقدم طلب للسفاره وتدفع حوالي 20 دولار تقريبا. خلي بالك معايا في الخطوات علشان نعرف ازاي نطلع الفيش الجنائي واحنا مفخدين في بيتنا وانت قاعد برنس كده. اول حاجه هتدخل على موقع وزاره الداخليه، تمام؟ زي ما هو حضرتك زي ما انت شايفه كده، وهحط لكم اللينك في اول كومنت. فوق معلم لك انا تسجيل الدخول، تمام؟ بعد ما تعمل تسجيل دخول هيظهر لك كده ان هو انت مستخدم جديد ولا عندك اكونت على الموقع. طيب لو انت مستخدم جديد هتلاقي تسجيل مستخدم جديد، وهتحط اسمك رباعي، الرقم القومي بتاعك، هتحط الجنسيه، هتحط العنوان، هتحط كل حاجه. وفي حاجه مهمه جدا عشان ناس كتير بتتلخبط فيها، رقم المصنع تحت. رقم المصنع ده اللي هو هتلاقي في وش البطاقه ارقام تحت كده، هو ده رقم المصنع، تمام؟ فتحطه، فمهم جدا. وتحط طبعا اسم الام والوظيفه والرقم المحمول، كل البيانات. هيظهر لك كده انك تسجيل الدخول، تحط البريد الالكتروني بتاعك، كلمه المرور، وتسجل الدخول. بعد كده معانا هيظهر لك دليل الخدمات. هتلاقي دليل الخدمات، الاحوال المدنيه موجوده. عندنا خدمات كتير جدا. وزاره الداخليه الصراحه مشكوره، عامله خدمات كتير. هتلاقي بطاقه رقم قومي، وثيقه ميلاد، شهاده وفاه، وثيقه زواج، وثيقه طلاق، قيد عائلي، قيد فردي، تمام؟ تجديد رخصه، بدل فائد رخصه، بدل فائد رخصه، استعلام المخالفات. اللي يهمنا في القصه دي كلها الادله الجنائيه. هتضغط على الادله الجنائيه، هيظهر لك الموقع الثاني ده اللي هو موقع الاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه. هتلاقي تحت كده الشكل ده، هتضغط عليه، هيظهر لك انك تسجل صحيفه الحاله الجنائيه المميكنه بتاعتك. هتكتب اسمك، التليفون بتاعك، عايز تستلمها في نفس العنوان بتاعك اللي هو موجود في البطاقه، ولا عايز تستلمها في عنوان تاني. طب لو عايز تستلمها في عنوان تاني هتكتب عنوان الاستلام تحت، برقم الشقه، برقم الدور، برقم المبنى، بكل التفاصيل اللي هم طالبينها منك. بعد كده بتلاقي صحيفه الحاله الجنائيه المميكنه، بيانات الوثيقه اللي جاي المقدم لها ايه. هتوديها السعوديه وديها، هتوديها لاي شركه هنا وديها براحتك. بعد كده هتلاقي مراجعه وتاكيد الطلب، هتضغط مراجعه وتاكيد الطلب. بعد كده تدفع والله حوالي تقريبا 60 جنيه او 50 جنيه، وفي خدمه توصيل هتلاقي توتال حوالي 82 جنيه. لو حضرتك حاسس انك استفدت من الفيديو، اتمنى الشير ولايك، واستنوني في فيديوهات جديده. عبد العزيز حسين، المحامي الاستئناف العالي ومجلس الدوله.